مريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض. الآية دي موجودة في رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الخامس آية 14 و 15. والآية دي موجودة برضو في أول صلاة من صلوات الأنديل العام اللي موجود في جمعة ختام الصوم. سنة وانتم طيبين. انتهت رحلة الصوم الكبير ووصلنا لجمعة ختام الصوم. والسؤال اللي ممكن يجي لدماغك كل جمعة ختام صوم هو ليه في قنديل عام في جمعة ختام الصوم؟ وليه بيتعمل في نهاية الصوم مش في وسط الصوم أو في بداية الصوم؟ ليه 7 فتايل؟ وليه لازم يكونوا من القطن ناصع البياض؟ وليه لازم الفتايل تبقى موجودة في الزيت؟ هقول لك سؤال تاني بقى من التاريخ: ليه كان بيبقى 7 كهنة بيصلوا قنديل جمعة ختام الصوم؟ اشترك لو لسه مشتركتش، لايك واشتراك في القناة. ويلا بينا نجاوب على أسئلة. أول حاجة، هو ليه الزيت في القنديل العام؟ وده لأن الزيت هو أساس السر، وهو اللي بيتم مسح المريض في نهاية الصلوات بيه. كمان لأن الزيت بيشير للنور واستنارة القلب. تاني حاجة، ليه الرقم 7 أو ليه 7 فتايل؟ يعني ليه مش 5 وليه مش 4؟ وده لأن الرقم 7 في الكتاب المقدس بيشير إلى كمال مواهب الروح القدس. السؤال التالت، هو ليه ناصع البياض أو ليه قطن ناصع البياض؟ ناصع البياض ده لأنه بيشير إلى قلب المؤمن اللي طالب الشفاء، والقلب المؤمن اللي بيطلب من أجل أخيه الشفاء. والقطن هنا بيشير إلى جهاد الإنسان، والزيت بيشير إلى نعمة الروح القدس. السؤال اللي قبل الأخير، هو ليه بيتعمل القنديل العام في نهاية الصوم؟ ليه مش في وسط الصوم أو في بداية الصوم؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده، سر القنديل العام أو سر مسحة المرضى هو أحد أسرار الكنيسة ال7. وقبل سر مسحة المرضى لازم يكون المؤمن تايب ومعترف قبل ما يتقدم لنوال السر، وكمان بيبقى صايم. لكن ليه بيتم في نهاية الصوم؟ الهدف الأول في نهاية الصوم إنه المؤمنين بيكونوا وصلوا لدرجة روحية كبيرة جدا، وبتكون الصلاة قوية جدا من أجل إخواتهم المرضى. كمان عشان المرضى اللي ملحقوش يحضروا أناديل خلال فترة الصوم اللي بيعملها الآباء الكهنة خلال فترة ال55 يوم، يعرفوا يشاركوا سر مسحة المرضى. السبب الثالث، إنه في نهاية الصوم بيكون في كتير جدا من الناس اللي صامت أو من الشعب اللي صام جاله تعب جسدي من نتيجة الصوم الانقطاعي طوال فترة الصوم، فبيشارك في نهاية الصوم سر مسحة المرضى عشان ربنا يقويه. وكمان لأنه بعد جمعة ختام الصوم الكنيسة بتبقى مشغولة بأسبوع الآلام، زيه زي بالظبط الجناز العام اللي بيبقى موجود في نهاية حد الشعانين، عشان الكنيسة بتبقى مشغولة بآلام السيد المسيح. وآخر سبب في وجود القنديل العام أو سر مسحة المرضى في جمعة ختام الصوم في الكنيسة، وده علشان المؤمنين كلهم يشاركوا في السر زيه زي أي سر موجود في الكنيسة بيتم داخل الكنيسة. فهو بيتم في داخل الكنيسة في اليوم ده بس من السنة، بعد رحلة صيام كبيرة ورحلة توبة كبيرة من كل الشعب. زي ما قلنا إنه لازم توبة والاعتراف قبل السر، عشان المؤمنين يعيشوا حياة الشركة حتى في طلب الشفاء لإخواتهم. وبينتهي القداس بجمعة ختام الصوم، بينتهي بسر الإفخارستية، وهو عظمة حياة الشركة في الكنيسة. آخر حاجة، ليه كان 7 كهنة بيصلوا القنديل؟ علشان لو حصل حالة شفاء للمرضى ما ينسبش الشفاء للأب الكاهن اللي صلى القنديل لوحده، ولكن ينسب لمواهب الروح القدس، وينسب لربنا، والروح القدس هو اللي شفى المريض. كل سنة وانتم طيبين، وما تنساش تذكرونا في صلواتكم في سر مسحة المرضى. اشترك في القناة وفعل الجرس، استنى الفيديوهات الجاية. سلام.